مباراة الاهلي كده فيها هدف غير صحيح وركله جزاء ما اتحسبتش لجراديشار عشان يتظلم الاهلي كده في نقطتين والزمالك يتجامل في نقطتين على الاقل. طبعا الكلام ده برعايه ملوك الاحتواء بتوع الجوله الاولى. بدايه منيله بنيله زي وشكم. يبدا النادي الاهلي بهدف في اول 3 رضا من اوفر لاحمد السيد زيزو من كره كورنر، كره ثابته بيجيب الهدف. يعني كان كره مرفوعه بالونه شويه احمد رضا بيحطها باتقان، هو بيجيب ضربات الراس. رفعت زيزو في الجول الاول بالونه، واخد بالك انت؟ ده الاعلام الغندوري اللي كان طالع لسه في اول الموسم اللي هو من كام يوم، يعني بيوعد الناس بالمهنيه والمنطقيه والموضوعيه. يا لك من شنقيط. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش تدعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين وفي كل وطننا العربي واولهم مصر، ربنا يفك الكرب عن الجميع يا رب. وما تنساش اذا عجبتك الحلقه تخبط اللايك واستناني في الفقره الثانيه، ويلا بينا نبدا. اسلام صادق بعد تعادل الاهلي كتب على صفحته وقال: مودرن بقياده مجدي عبد العاطي يفرط في الفوز ويتعادل مع الاهلي 2-2 بصفقاته الجديده بعد شوط ثالث اضافي خلال شوطي المباراه. يا اخي روح اتنيل، يا اخي اتنيل كتكنيله. طبعا لو مش هنسمع كلام في الوقت ده من اسلام صادق هنسمعه من مين؟ يقول لك بيفرط في الفوز على الاهلي علشان يتقدم يبقى فرط في الفوز، لو يحشر لك بقى الصفقات الجديده. هو طبعا يقصد زيزو، اصل زيزو يا جماعه لسه واجعهم معلش، فكل ماتش حتى لو الاهلي كسبان هتلاقيهم بيخترعوا حاجه عشان يدخلوا فيها زيزو. اهي خليها تاكلك بس واحنا هنورث لك بما يرضي الله. وعلشان طبعا مفيش سلكان ولا مهنيه ولا حاجه ليها علاقه باسمه، يلقح على الوقت الضايع وبيقول لك بعد شوط اضافي ثالث، على اساس يعني الحكم جامل الاهلي وكده. يعني الحكم اللي ما حسبش للاهلي ضربه جزاء صحيحه في الدقيقه 98 ده بقى هيجامل الاهلي في الوقت؟ طب كان جامل الاهلي في ضربه الجزاء، ولو كان حسبها ما كانش حد هيفتح بقه. الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي. طب هو انت بقى ما شفتش ابو جبل ولاعيبه مودرن كانوا بيموتوا الماتش ازاي وتحت حراسه وعيون الحكم؟ هو احنا لو بنلعب انديه محترمه بلاعيبه محترمه ناس ده تلعب كوره بجد، مش نازلين يمثلوا ويستموتوا ونشوف القذاره بالمنظر المقرف ده اللي بعيد كل البعد عن لعب الكوره، ما كناش وصلنا بقى للوقت الكبير ده اللي واحد زيك بيقول عليه شوط اضافي ثالث. ميزو الدجال احد اللجان على نهج الاصفر كتب على صفحته وقال: 101 دقيقه بعد اضافه 10 دقائق للشوط الثاني، ده غير 8 دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الاول، يعني حرفيا شوط اضافي ثالث تم احتسابه. بس عموما جميله فرقه ال 2 مليار، نفس السكريبت نفس الكلام بتاع اسلام، طالع يقول لك شوط ثالث علشان الوقت الضايع، ما شافش ان احنا ما لعبناش ساعه على بعض من الساعه ونص بتوع الماتش بسبب الافعال المقيته اللي في كره القدم اللي بنشوفها من الفرق. بس صحيح يا ميزو دجال، هو مش ده مودرن احد الانديه اللي انت كنت بتقول انهم خدامين الاهلي وبسببهم مفيش تكافؤ فرص لانهم في خدمه الاهلي؟ طب ايه رايك بقى يا دجال بعد التعادل ده؟ جربوع، حقير، تافه، فسل، واطي. خالد الغندور كتب على صفحته وقال: فريق الاحلام الاهلاوي اقوى سكواد واعلى قيمه ماليه يتعادل مع مودرن سبورت في اول مباراه في الدوري. استغفر الله العظيم يا رب. انا اعتقد ان مفيش في العالم كله حد بيحلل المشهد بالطريقه المتخلفه دي غير عندنا للاسف. يعني ايه فريق الاحلام واقوى سكواد يتعادل؟ هي دي مش بتحصل يعني مع اقوى سكواد ولاي سبب يعني مثلا الريال السنه اللي فاتت لما اتغلب من فالنسيا 2-1، فالنسيا اللي ترتيبه 12 في الدوري الاسباني، ولما اتغلب من ليل الفرنسي في دوري ابطال اوروبا اللي ترتيبه الخامس في الدوري الفرنسي، طلع بقى هناك خالد الغندور الاسباني علشان يكتب نفس الكلام الفارغ ده عن فرق قوه السكواد، وان فريق بقى فيه مبابي وفينيسيوس جونيور يتغلب من فالنسيا وليل. التخلف ده يا جماعه مش بنشوفه غير عندنا بس للاسف، من شويه عاهات عاملين نفسهم محللين وانهم بقى صفوه الكره في مصر. يا اخي بلاش قرف يا اخي، يا اخي تاكل القرف فوق عليكم، ده انتوا ايه ده؟ ايه ده؟ لا وشوف بقى السلكان وهو طالع يتكلم في البرنامج بتاعه بعد الماتش. يبدا النادي الاهلي بهدف في اول 3 رضا من اوفر لاحمد السيد زيزو من كره كورنر، كره ثابته بيجيب الهدف. يعني كان كره مرفوعه بالونه شويه احمد رضا بيحطها باتقان، هو بيجيب ضربات الراس. رفعت زيزو في الجول الاول بالونه، واخد بالك انت؟ ده الاعلام الغندوري اللي كان طالع لسه في اول الموسم اللي هو من كام يوم، يعني بيوعد الناس بالمهنيه والمنطقيه والموضوعيه. يا لك من شنقيط. طيب الغندور بقى يعني خبط في زيزو كده من كحك لكحك. طيب نروح بقى عشان نشوف هو بيقلل من الفريق. النادي الاهلي
في الشوط الاول بان ان هو فريق عادي جدا. الاهلي علشان شوط او ماتش بقى فريق عادي، لا وعادي جدا جدا كمان. طب بالنسبه لبيراميدز اللي لسه متعادل برضه مع فريق لسه صاعد من الدوري الممتاز ب، وكان اقرب برضه انه يتغلب، اخباره ايه؟ طب اخبار سكواد وايه؟ وصفقه البرازيل اللي لسه جايه اخبارهم ايه؟ والله صحيح ممدوح لسه مظبطنا ومعشينا وملك روشنا، فهنتكلم عليه ازاي؟ لكن نطلع نلقح على زيزو ونقول عليه البالونه ونشجع الجمهور كمان علشان يقول عليه جعان. انتوا عارفين انتوا لو بتتكلموا بنفس المسطره يعني ممكن نحترمكم، حتى لو هنقول على رايكم راي متخلف وطالع من حد ما بيفهمش، بس في الاخر هقول على قد تفكيره. لكن لما تكون المسطره مش واحده مش هيبقى بس راي متخلف وغبي، لا هيبقى كمان بغرض، وكلنا عارفين ان الغرض عارفين انه ايه؟ مرض. ده ايه الوساخه دي؟ طيب كسرنا في زيزو وقللنا من الفريق، نوسوس بقى، نوسوس ونولع اوضه اللبس. يلا غندور. كل الناس متوقعه وعارفه ان محمد الشناوي هو اللي هيبدا الدوري، حارس مصر الاول في حته تانية، حتى لو عنده بعض الاخطاء لكن خبرات متراكمه كبيره جدا، والراجل كان عقده منتهي وقرر انه يبني تاريخ ويفضل في النادي الاهلي رغم كل الاغراءات اللي جات له على مدار ال10 سنين اللي فاتوا. يعني مين اللي قال لك ان الكل كان متوقع ان الشناوي اللي هيبدا؟ بالعكس، التوقع المنطقي ان شوبير اللي كان هيبدا. وبعدين انت عايز توصل يعني ان احنا مش مقدرين الشناوي بعد ما ضحى بالعروض وقعد في الاهلي وفي الاخر قعدنا احتياطي لشوبير؟ شغل غندوري مفقوس قوي، وده الرد عليها غندور بمنتهى البساطه. هنقول لك امال امك انت. اتفضل كمل يا غندره، انفخ يلا في النار، هي عادتكم ولا هتشتروها؟ محمد الشناوي مستاء جدا 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 من اللي حصل النهارده وبقائه على دكه البتلاء. يعني ايه مستاء يا خالد؟ قول لنا والنبي يعني ايه مستاء؟ اصلها كلمه غريبه وتعبير اول مره نسمعه، فاحنا مش فاهمين الصراحه يعني ايه مستاء دي، فاتفضل. محمد الشناوي داخل المحاضره الساعه 3 عادي، داخل عادي، ريبيرو هيقول التشكيل، هو لعب باكثر من تشكيل في الماتشات الوديه، ساعات مصطفى شوبير يقف، ساعات محمد الشناوي يقف. طبعا محمد الشناوي خد يعني شويه لدغات كده من السوشيال ميديا ومن بعض الاعلاميين يعني عشان الكره اللي غلط فيها في ماتش اعتقد الملعب التونسي على ما اتذكر، حاجه زي كده او مش فاكر بنزرتي، وابتدت الناس تقول لازم مصطفى شوبير يقف وكلام من هذا القبيل، فلكن كان من المفترض ان ريبيرو هو هيعتمد عليه يعني، وهو ما عندوش اصابه ولا حاجه. فوجئ محمد الشناوي في المحاضره انه مش هيلعب الماتش وعلى دكه البدلاء. ليه استياء محمد الشناوي؟ لان محمد الشناوي المدير الفني والجهاز الفني حتى الكابتن عماد النحاس مفيش حد بلغه قبل المحاضره انه هيقعد على دكه البدلاء وان هو مش هيلعب اساسي، هو دخل وخد الصدمه. وانت بقى ان شاء الله عرفت الفيلم الهندي اللي بتحكيه ده ازاي؟ العصفوره قالت لك مثلا، ولا انت مكشوف عن حضرتك اللحاف؟ يعني الشناوي مستاء، طبيعي يكون مستاء، لكن مين اللي قال لك بقى ان حد بلغه ولا لا، ولا في مشكله ولا لا؟ وبعدين انت مالك اساسا يعني؟ ايه القرف ده؟ عايز توصل لايه؟ هو انتوا هتفضلوا بس كده عايشين على الضرب في الاهلي؟ بجد انت مستفز جدا، بجد انا مش طايقك. ده بالجهاز الفني واضح ان لسه لغايه دلوقتي المدرب ده ما عندوش امكانيات ومش عارف امكانيات لعيبته، بمعنى يعني انت جايب 4 محترفين والنادي الاهلي كان بيطلب في الاجتماع مجلس اتحاد الكوره واجتماع الرابطه ان يزود عدد المحترفين. طب انت بتزود عدد المحترفين وعندك 4 دكه، 4 محترفين قاعدين على الدكه، دي عمرك شفتها في اي فرقه في الدنيا في مصر يعني او في الوطن العربي؟ 4 جايبهم وحطيتهم على الدكه، واللعيب اللي بيلعب في الملعب اللي هو محمد بن رمضان، يعني انا شفته امبارح لعيب كويس انما في فرق رهيب بينه وبين امام عاشور، فرق رهيب بينه وبين امام عاشور، وده هيبقى علامه استفهام كبيره جدا الفتره الجايه للنادي الاهلي. هل النادي الاهلي هيقدر يقنع امام عاشور بعد اللي شفناه امبارح ماتش فيوتشر ان نص قوه النادي الاهلي في امام عاشور؟ بتقول يا اسس؟ والله العظيم ده حقيقي، والله العظيم مش عاوز امام ولا والله انا قلت هتكلم معاكم فني من بدايه الموسم، مش هتكلم في حاجه ثانيه، مش بقى بالحاجات الثانيه دي خالص. هل النادي الاهلي على المستوى اللي ظهر بيه هيقدر يقنع امام عاشور اللي هو نص قوه النادي الاهلي؟ مع موضوع صعب. يلا يا عم كمان اصطاد في الملعب يا كريم، هنا قصاد اسس افندي طالع يقول لك ان امام نص قوه الاهلي. ليه بقى؟ علشان امام يعصلك مع الاهلي ويملي شروطه في التجديد. بص يا اخي السموم والسكاكين شغالين من كل اتجاه، ومحدش قال لك ان امام لسه ليه 3 سنين مع الاهلي يا قديم يا ملط. بس تصدقوا يا جماعه أس عنده حق في موضوع الاجانب. يعني ايه يبقى عندي 5 اجانب ولاعب بس اللي في الملعب؟ ازاي يعني؟ احنا في حاجه غلط عندنا للاسف، يعني خليته اللي يسوى واللي ما يسواش يقلش وينظر علينا. استغفر الله العظيم يا رب. طيب قبل ما نتكلم على الاهلي كلمه صغيره لحسام حسن مهاجم مودرن. حسام حسن اللي رايح يستفز جمهور الاهلي امبارح بعد ما سجل الهدف. هو جمهور الاهلي اساسا عمل لك ايه؟ هو جمهور الاهلي ده مش هو اللي كان واقف لموسيماني علشان يديك الفرصه واللي لما خدتها اثبتت انك غير جدير بيها؟ هو احنا يا ابني اللي مشيناك ولا بسبب انك لاعب لا تصلح للعب الانديه الكبيره رايح تستفز الجمهور ليه؟ هو كل لاعب لما ما يعرفش يثبت نفسه في الفريق لما يمشي بسبب فشله وبعد كده يسجل هدف بالصدفه يفتكر نفسه وبقى نجم النجوم؟ طيب يا اصيل يا اللي بتعادي جمهور شالك، ابقى ورينا بقى هتعمل ايه في ماتشات الدوري وهتسجل كام هدف واحنا هنرجع لك اخر الموسم. عالم رمم. الحقيقه يا جماعه احنا اصعب حلقات بنقدمها اللي بتكون بعد اي نتيجه سلبيه للاهلي، وبتكون بجد يعني حلقه تقيله قوي على قلبنا. فيعني اتمنى لعيبه الاهلي
تكون مبسوطه بالبدايه الجميله اللي بدل ما تكون بدايه قويه ومصدر رعب عشان نصدر الضغط للاخرين، ابتدينا بدايه تطمع فينا كل فرق الدوري وفتحت علينا للاسف بلعات المجاري. يخص عليكم يخص. بغض النظر عن المدير الفني اللي هنتكلم عنه كمان شويه، خلونا نتكلم على الاول على اللعيبه اللي شاركت في الماتش وابتدوا بشكل اساسي. نبدا باحمد شوبير. احمد شوبير اللي كلنا بنقول ان هو حارس واعد وكلنا طالبنا ان هو ياخد فرصته، لكن الحقيقه يا ابو حميد انت من ضمن التعادل المخزي للاسف بتاع امبارح. يعني احنا بنقول انك بتلعب برجلك كويس بس ما تعيش بقى، ما تنساش نفسك. يعني قبل كده اتقرص ودنك برده من ماتش فيوتشر اللي هو مودرن دلوقتي في كاس السوبر اللي كان في الامارات، وغلطت غلطه ساذجه بسبب ثقتك الزياده وانت بتلعب برجلك. خد وقت اكتر من اللازم، فكر وسرح، ضغط عمر السعيد وبعد ما كنا كسبانين 2-0 بسببك فيوتشر سجل الهدف الاول وبعد كده رجع التعادل 2-2 ولعبنا وقت اضافي بعد كده. في ماتش امبارح بقى انت غلطت مرتين، مره في اول 20 ثانيه وربنا ستر الحمد لله، ومره ثانيه في الشوط الثاني لبسنا جون التعادل، وفي عز ما كان رتم اللعيبه بتاعتنا عمال بيعلى رجعتنا لنقطه الصفر تاني. انت محتاج تراجع نفسك بدل ما الفرصه اللي انت مستنيها بقالك سنين تروح منك، واحنا بصراحه يعني نستحمل اي حاجه الا الرعونه والاستهتار. طيب نروح بقى لقلبي الدفاع ياسر وياسين مرعي. ياسر عنده احسن، ياسين بسم الله ما شاء الله مكسب. حملنا عليه شويه بعد الماتش بسبب الفاولات المجانيه اللي في الشوط الاول وانها كان فيها نوع من التهور، بس هو بسم الله ما شاء الله يعني لاعب جاي. الباكين بقى محمد شكري محتاج شغل كتير قوي عشان يثبت انه جدير باللعب في الاهلي. محمد هاني بقى اللي محتاج معجزه علشان حد يقنعنا هو ليه بيلعب اساسي اساسا، وليه المركز ده تحديدا اللي هو الباك اليمين مش بنفكر نجيب ليه اي صفقه. خط الوسط بقى بن رمضان طبعا لاعب كبير لا غبار عليه. احمد رضا بقى ديانج احق منه بكتير ولازم ديانج هو اللي يكون اساسي، يعني احمد رضا يا دوب يكون لاعب بديل. قفشه بقى وما ادراك ما قفشه، يعني كله الا قفشه. تخيلوا يا جماعه المدرب مغير طريقه اللعب وموت بن رمضان علشان قفشه يشارك وقال ايه يكون صانع العاب ويربط ما بين الخطوط. شيء لا يصدقه عقل. يعني قفشه الحاجه الوحيده اللي نجح فيها امبارح انه خلانا لاول مره نشوف رد فعل للمدرب الجديد لما قفشه باص الكوره لللاين مان. قفشه مفسد الهجمات ومفرق الجماعات. نسيبنا من قفشه ونروح بقى للجناحين. زيزو اللي اثبت ان رغم الضغوط اللي بيتعرض ليها الا انه لاعب كبير ويستحق انه يتواجد في فريق بحجم الاهلي. اما تريزيجيه فهو لسه ما جاش، والحقيقه لحد دلوقتي ما اثبتش انه صفقه من ضمن الصفقات المنتظره واللي بنعول عليها في الاهلي. يا كابتن تريزيجيه انت كابتن الاهلي ولاعب كبير، ليه الانانيه وعايز توصل لايه؟ يعني تعمل ايه لما تمسك الكوره وتبقى عايز ترقص لوحدك واخرتها ايه؟ يعني راجع نفسك علشان للصبر حدود يا كابتن تريزيجيه. اما بقى محمد شريف الغريب اللي كنت عذره طول الماتش ان الكوره مش بتوصل له اساسا، لكن لما الكوره جات له للاسف اتصرف فيها بطريقه غريبه جدا. والحقيقه يعني بجد محمد شريف لاعب غريب، يتالق في الودي ويسجل اهداف حلوه قوي، لكن في الرسمي وتحت الضغط بقى لنا فتره مش بنشوف منه حاجه. وده بيقول ان هو عنده مشكله نفسيه ومحتاج اعداد نفسي، ويا ينفع يا ما ينفعش. طيب نروح بقى للبدلاء اللي نزلوا. كريم فؤاد ما كانش موفق وهنقول اهو ما كانش بيلعب في مكانه. احمد كوكا ما ينزلش برده وديانج بره. طاهر اللعب مش صحه وجري بس يا طاهر، يعني شويه مخ وجماعيه يعني محتاجينهم بعد اذنك. بن شرقي بقى في حالته دي ما ينفعش يقعد لتريزيجيه ولا لاي حد بصراحه. جراديشار ما يفرقش كتير عن محمد شريف. طيب بالنسبه بقى لريبيرو مدرب الاهلي، نسمع الاول تصريح ليه من المؤتمر الصحفي بعد كده نعلق. ريبيرو في المؤتمر الصحفي بعد المباراه صرح وقال كان ممكن ان احنا نخسر المباراه ولكننا تعادلنا، وانا اعلم ان التعادل غير مرضي لجماهير الاهلي. نعم يا درعادي. لا بصراحه بقى واضح ان حضرتك مش عارف حاجه عن جمهور الاهلي، لانك لو تعرفه ما كنتش تقول التصريح ده اللي هو مضمونه يعني ان احنا نحمد ربنا ان احنا ما خسرناش. انت بتهزر. كابتن ريبيرو انت معاك سكواد التعادل بيه جريمه، ولو مش عارف كده تبقى مصيبه. مش عارف ليه قلبي مقبوض. الحقيقه يا جماعه امبارح الواحد اتصدم من المستوى، وكان ممكن الواحد يتقبل اللي شافه شويه لو ده اول ظهور للمدرب او لسه الوقت ما اسعفوش، لكن مدرب الفرقه معاه بقى لها 3 شهور تقريبا، وعمل معسكر في امريكا واحتكاك على اعلى مستوى، وبعد كده معسكر في تونس، عاش مع اللعيبه مع سكواد مرعب، ويكون مستوانا بالشكل ده في الاخر ونسجل من ضربتين ثابتين اللي هو مفيش جون ملعوب اساسا، مفيش حلول اتعملت. ولو الحاجه ان احنا بنلاعب فريق متكتل فهو ده الدوري المصري وهي دي الفرقه اللي احنا هنلاعبها، فلو انت مش هيبقى عندك حلول للفرقه دي فانسى الدوري اساسا. وبعدين كمان فرقه كمان بتدافع وبتدخل فيك هدفين، استحواذ سلبي طول الماتش بلا اي هدف. يعني بجد يا جماعه
الواحد قلق فعلا. انا كده بدات اتوغوش. وبعدين ما حدش يقول لي مدرب مشروع، الكلام ده يتقال لما يكون مدرب لسه معاه لعيبه شباب ولا لعيبه جديده، لكن كوكبه من النجوم بتاخد ملايين الملايين، مشروع مين يابا؟ الاهلي لا قدر الله السنه دي لو ما خدش افريقيا والدوري هتبقى الخساره فادحه، يعني بجد تاني الواحد بعد اللي شافه قلق جدا. اتمنى ما يكونش القلق ده في محله، واتمنى المدير الفني يغير قناعاته في بعض الامور وما تكونش هي دي امكانياته، والا يبقى لبسنا. عموما قولوا لنا رايكم بصراحه كده في التعليقات وشايفين الامور ماشيه ازاي، واتمنى تاني بجد الماتشات اللي جايه نشوف شكل تاني خالص للفريق، الشكل اللي احنا منتظرينه في ظل وجود السكواد المرعب ده. واتمنى يعني بجد يعني يكون قلقنا وخوفنا ده مش في محله، ونشوف الماتشات الجايه الاهلي بشكل تاني خالص، الشكل اللي احنا كنا منتظرينه في ظل وجود الصفقات الجامده دي. شوبير عن واقعة سب جماهير الزمالك لزيزو: ما حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، الغرامات لن تؤثر على الجماهير والنادي هو من يعاقب، إدارة النادي لابد أن يكون لها موقف في هذا الشأن، احنا في عصر احتراف ومن حق اي لاعب ينضم لاي فريق. ميزو الدجال بقى نشر الكلام ده وكاتب عليه لا تعليق. انت جيت يا ابليس. يعني مش كفايه ما انتقدتش اللي عمله جمهور الزمالك ده، كمان بتاكد بالبوست اللي انت عامله ده انك موافق على اللي عملوه كمان. الله الناس دي ازاي؟ اللي بيعمله اللجنه ده حاجه مقززه جدا والله. كان في التعليقات عنده ناس ردوا ان اللي عمله جمهور الزمالك ده حاجه وحشه جدا ومفيش حد يقبلها، الا ان السواد الاعظم من التعليقات عنده هتكسب في شوبير وشايفين ان الجمهور ما عملش حاجه غلط. وبالنسبه للناس اللي بيقولوا لنا ما تردوش عليه، يا جماعه ما ينفعش نسيب العالم دي من غير ما يترد عليها ونوثق الرد على كتبهم ده، عشان لو ما ردتش عليهم مع الوقت هيبقى صوتهم الاعلى ويقول لك ما حدش عارف يرد علينا. المشكله ان هم فعلا بيأثروا في ناس كتير وبيطلعوا على الشاشات وبيدخلوا في مداخلات على الفضائيات وهم اساسا كل اللي بيقولوه كذب. لازم نوضح ونأكد ان الاشكال اللي زي دي عباره عن لجنه وكل حاجه بيقولها هي اللي بتأكد ده. يعني مثلا شوف البوست ده كده، ناشر لك بوست لبرونو سافيو وكاتب عليها: فاكرينه البرازيلي اللي ما بيفكرش مرتين ابو 3 مليون دولار، بمناسبه الحديث عن سعر البرازيلي بتاع الزمالك. يعني ده كلامه بعد الاخبار بتاعت صفقه اللاعب البرازيلي بتاع الزمالك. شايفين الكلام؟ انا شايف لجنه قدامي مش بني ادم دخلك في موضوع برونو سافيو وان الاهلي خسر فيه فلوس وانه كان جايبه ب 3 مليون دولار، في حين الموضوع ما كانش هنا اساسا وجماهير الاهلي ما كانش دي مشكلتها خالص. مثلا لو حد انتقد الصفقه البرازيليه بتاعت الزمالك، الكلام على الكذب اللي هم غرقانين فيه، الكذب اللي بيديروا بيه نادي الزمالك، بيعوموا في بحر من الاكاذيب غير طبيعي. يعني القصه اساسا في انهم قالوا ان الصفقه ب 600,000 دولار واتكشف كذبهم وطلعت الصفقه بمليون و800,000 دولار. بعيدا بقى عن ان الحوار ده مش حوار كذب وبس، لان معنى الكلام ده انك مش مقيده في اتحاد الكوره بالسعر الحقيقي، معنى كده انك مش بتدفع الضرايب بتاعته مظبوط. وفي ظل القرف اللي انتوا بتعملوه ده، واكيد مش الصفقه دي بس، بتطلعوا اشاعه ان عقد زيزو في اتحاد الكوره ب 5 مليون جنيه وان الاهلي هو اللي بيتهرب من الضرايب. وحتى لو عقد زيزو فعلا ب 5 مليون جنيه في اتحاد الكوره، فاكيد هيكون في عقد تاني مع شركه الاهلي، بس هم دايما بيحاولوا يضغطوا ويزقوا قوي في الحاجه اللي بيكونوا هم اللي بيعملوها، هو ده اسلوبهم. بيقولوا اللي ايه وتجيب اللي فافي. وبالنسبه لبرونو سافيو بقى، بما اننا جبنا سيرته، فالنادي الاهلي ما خسرش في الصفقه دي، لان كان في فرق في العمله، والصفقه كانت ب1.5 مليون دولار مش ب3 يا كذاب، والاهلي باعه بمليون بس. لكن فرق العمله بقى هو اللي خلى الاهلي ما خسرش. يعني لما جبنا برونو سافيو كان الدولار ب 18 جنيه ولما بعنا كان ب 31 جنيه. بس زي ما قلت لك انتوا عايشين بالكذب في حياتكم كلها، زي ماتش كده وادي دجله الودي اللي كنتوا خسرانين فيه بين الشوطين 1-0 وطلعتوا قلتوا ان الزمالك كسبان 6-0. من 3-4 سنين كمان لو نفتكر لما طلعتوا تضغطوا في الاعلام على ان الاهلي بيتاجل له واشمعنى الزمالك، وظهر بعد كده ان انتوا النادي الوحيد في العالم اللي اتحاد الكوره عرض عليه تحب تلعب مبارياتك ولا يتاجل لك. لبيب بقى لما رجع للمدير الفني قام قايل له لا احنا نلعب عشان نضغط على الاهلي، وده اللي حصل. ايه يا اخي ده؟ حرام عليك يا اخي، ايه الكذب اللي في دمك ده؟ انت عايش بمحلول كذب في دمك. ولسه طبعا الكذب ما انتهاش عند كده. يعني شوبير في التصريح اللي قاله ده قال ان على اداره الزمالك ان يكون ليها موقف، وفعلا اداره الزمالك ما كدبتش خبر وظهر موقفها بسرعه شديده. وفقا للقاهره 24 الزمالك يدعو الفنانه هدى الاتربي لحضور مباراه المقاولين العرب المقبله بعد هتافات الجماهير لها خلال مباراه سيراميكا كليوباترا. ايه الراجل ده؟ والله يا جماعه انا ما شفتش قذاره كده. يعني بدل ما تعملوا بيان تشجبوا فيه اللي حصل من جمهور الزمالك وتقولوا لهم احترموا نفسكم وبطلوا قله ادب وبلاش اعراض الناس، بدل بقى ما تحترموا نفسكم تعملوا النمره القذره دي. وده وفقا للقرار 24 اللي في الغالب اخبارها بتبقى صح، اما حد من جوه بيبقى مسرب الكلام ده عشان يغلوش على الموضوع، بس كده او كده قرف زي كده انا ما شفتش والله. ده ايه الوساخه دي؟ مش بقول لكم عايشين في بحر من الاكاذيب. وطبعا عشان ابقى عملت اللي عليا، مع اني واثق طبعا ان ده كلام فارغ وعبث، ان اروح ابحث عن حاجه زي دي، بس قلت اعمل شغلي واشوف هدى المفتي دي ربنا يهديها كانت قايله الكلام ده امتى. لقيته في شهر 3 اللي فات. فاداره الزمالك بقى بتقول لنا ان جمهور الزمالك فجاه كده افتكر كلامها اول امبارح في اول يوم في الدوري، مع انها قالت الكلام ده والدوري اللي فات اساسا كان فاضل له شهرين ويخلص، يعني كان لسه ما خلصش. يعني لو كان نفسهم في حاجه كانوا قالوها من زمان، بس احنا طبعا كلنا عارفين ان العالم دي ما عندهاش دم، وواضح ان هم مفتقدين لحاجات اهم كمان. اللهم احفظنا يا ستار يا رب.
يا ستار يا رب. والله يا جماعه على قد ما انا كنت بقول برضو ما ينفعش يا جماعه، ده الزمالك برضو ما ينفعش يبقى في المركز الثالث والرابع وينزل كمان المستويات اقل من كده. على قد بقى ما انا دلوقتي بقول ان عمركم ما هتقوم لكم قومه عشان القرف والكذب ورمي البلا اللي انتوا عايشين فيه ده. اللهم اجعل كيدهم فينا حريهم يا رب. احنا دلوقتي مستنيين العقوبات اللي هتصدر من الرب بخصوص جمهور الزمالك اللي كان حاضر المباراه دي، وتعالوا نشوف اللائحه بتقول ايه. اول مره غرامه 100,000 جنيه، ثاني مره غرامه 150,000 جنيه ومنع المتواجدين من الحضور لمباراه واحده، ثالث مره غرامه 200,000 جنيه ومنع المتواجدين من الحضور مباراتين، رابع مره بقى غرامه 250,000 جنيه ومباراه بدون جماهير، خامس مره غرامه 250,000 جنيه ومباراتين بدون جمهور، سادس مره غرامه 300,000 جنيه ومباراتين بدون جمهور. الموسم اللي فات بقى اللائحه كانت بتقول ان اول مره غرامه 100,000 جنيه والمره الثانيه غرامه 200,000 جنيه ومنع المتواجدين من الحضور، المره الثالثه بقى مباراتين بدون جمهور وغرامه 200,000 جنيه. بس طبعا الكلام ده الموسم اللي فات ما مشيش على جمهور الزمالك اللي قرر الهتاف 3 مرات، ولكن اللائحه ما اتطبقتش على نادي الزمالك. الزمالك اللي كان المفروض يلعب مباراتين بدون جمهور من ضمنهم مباراه بيراميدز، وعشان بقى المباراتين دول من ضمنهم مباراه بيراميدز طلع بقى علينا طه عزت وقال لنا اخر حاجه بنفكر فيها ان احنا نلعب مباراه بدون جمهور، لان الجمهور دوت هو متعه كره القدم. تمام. واحنا عارفين ان فرق كبير قوي لما يكون المباراه بس في نفس الوقت اللي اخطا يعاقب. اكيد بالظبط، وده اللي احنا استخدمناه في الماده 31، لجأنا للماده 31 ونفذناها في الماده 30 اللي هو مباراتين ايقاف للجمهور اللي موجود في الملعب ونفس العقوبه الماليه على النادي، لكن لم يحدث اي تعديل للائحه. احنا استخدمنا الماده 31، الماده 31 اللي هي خاصه بان يحق للرابطه تخفيف او تغليظ العقوبه على حسب الواقع اللي حصل. الباشا قال لك ان هم استخدموا ماده 31 لتخفيف العقوبه، مع ان الماده دي اساسا معموله عشان تغليظ العقوبه. وتعالوا نفكركم بالماده بتقول ايه. بيقول لك يحق لمجلس اداره الرابطه اتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات على الجماهير المتسببه في خرق البنود 29 و30 بشكل فردي او جماعي بخلاف ما ورد بهذه اللائحه، ولها السلطه المطلقه بمعاقبه الجماهير بالمنع من دخول المباريات المسابقات التي تنظمها، وقد تصل العقوبه لايقاف مدد غير محدده من الدخول الى الملاعب او اقامه المباريات بدون جمهور. طبعا زي ما انتم سمعتوا كده الماده دي من شانها تغليظ العقوبه فقط، ولكن بقى طه عزت استغلها عشان يسمح لجمهور الزمالك بالحضور بما يخالف اللائحه. تمام قوي يا سيدي. طب مش هل ان الاوان بقى ان احنا نستخدم البند ده في الحاجه اللي اتعمل عشانها اساسا وهي تغليظ العقوبه؟ يعني السباب الجماعي اول مره في اللائحه بتاعه الموسم ده غرامه 100,000 جنيه بس على النادي هيدفعها، ولا في منع المتواجدين ولا في مباريات بدون جمهور. وانا مش هقول لك يا سيدي لاعب الزمالك مباراه او مباراتين بدون جمهور، انا بس هقول لك منع المتواجدين دول من الحضور على الاقل لنهايه الموسم، مش مباراه ولا 2 كمان، مع ان الزمالك المفروض يلعب مباراه على الاقل بدون جمهور بعد النمره اللي عملها مجلس ادارته انه يقول ان الجمهور كان بيهتف لهدى الاتربي، اللي طبعا لو صدر قرار من الرابطه بخصوص الجمهور هيطلعوا يهاجموا الرابطه يقول لك دول كانوا بيهتفوا للفنان. يعني عقبت احنا بقى. احنا منتظرين عقوبه الرابطه، هنشوفها بقى هل هتستخدم الماده 31 تجاه الجمهور قليل الادب اللي ما عندوش ولا دين ولا اخلاق بيخوض في اعراض الناس ولا لا. وانا بالنسبه للي هتف الهتافات دي، يعني انت تقبل الكلام ده على امك او مراتك او اختك؟ تقبل ان هم يتذكر اسمهم بالشكل المسيء ده او بالشكل اللي احنا شفناه في جمع زي ده؟ والله ما في حاجه بتعدي يا ابني، اللي عملته هيتعمل فيك، ولو ما خلصش في الدنيا هيخلص في الاخره. بس عشان الاشكال دي تتعلم الادب لازم يتعاقبوا عشان ما يعملوش كده تاني، مش زي اداره الزمالك ما عايزه تعمل وتطرمخ على اللي حصل. تصريح عبيط ما يدخلش على عيل صغير. استغفر الله العظيم يا رب. طبعا يا جماعه في ناس احنا بنجيبها معانا هنا بنرد على كلامهم وبنعرفهم غلطهم، وفي ناس بنعرفهم غلطهم وكل حاجه بس مش بنطلعهم معانا السطح عشان بنات برضه، والسطح مليان خناشير يعني زي ما انتم عارفين. المهم ان احنا بنرد عليهم برضه بادب وبنعرفهم غلطهم. من ضمن الناس دي بقى هي فازلين، بصراحه انا لقيت زي ما بنرد عليها في اي هبد بتقوله كان لازم برضه عشان حق ربنا لما تقول حاجه كويسه في موضوع اللي انا بتكلم فيه اذكرها. تعالوا نشوف بقى رايها في موضوع هتاف جمهور الزمالك ضد زيزو واهل بيته. زيزو كان لاعب في الزمالك، مشي راح الاهلي، طيب خان بالونه ما اعرفش ايه، قول زي ما انت عايز، انتوا رجاله في بعض براحتكم، عيشوا مع بعض، بصوا اعملوا في بعض اللي انتوا عايزينه، مالناش دعوه، انتوا رجاله في بعض، سواء ده صح او غلط بتاعتكم انا مش هتحاسب مكانكم. ولكن لما الموضوع يبهوأ مننا ونبدا نخش في مرحله اعراض ونجيب واحده ست ملهاش علاقه من قريب او من بعيد غير ان هي بس متجوزه لاعب كوره فقط لا غير، انا اتجوزت لاعب كوره ففجاه هصحى من نومي الاقي ان المدرجات كلها بتقول اسمي وبتقول عليا كلام وبتغني لي بتتمزج بيا في المدرجات، انا لو مكانها الف ب هقول له حالا تطلقني لو ما جبتليش حقي من الناس دي كلها، وايا كان رد الفعل اللي هو هياخده انا اقنعه، يعني انا لو مكانه خد حق قانوني والله. ليه؟ لان انا موتي وسمي الكلام في اعراض الستات، موتي وسمي ان اشوف راجل الست دايما بتحطه في مكانه عاليه فجأة هو يقرر من تلقاء نفسه ان هو يقلل من نفسه ويقلل من رجولته ويقلل من اصله وتربيته واخلاقه ويدخل في جدال اصلا مع ست. لا ده كمان بيتكلم عليها، يعني احنا كستات بنشوف الراجل ده هيبه وحاجه كبيره قوي كون انه ربنا انعم عليه بان هو يكون الراجل اللي عنده القوامه. شوف احنا بنحطكم فين كرجاله، وانتوا اللي بتنزلوا من نفسكم وبتنزلوا من المكان اللي احنا بنديها لكم واللي ربنا عز وجل وصاكوا انتوا والرسول عليه افضل السلام وصاكوا انتوا علينا، فانتوا بتنزلوا من المكان ده وبتقرروا ان يلا يا جماعه نجيب في سيره اعراض البنات والستات. الرياضه قبل ما تكون للترفيه وقبل ما تكون عشان نكسب فلوس ونكسب بطولات وخلافه اتخلقت اصلا عشان تعلمنا الاخلاق.
نروح بقى للحالات التحكيميه والمجاملات. طبعا مصطفى اتكلم عن المباراه وعن اسباب التعادل، واللي اكيد لو في اخطاء تحكيميه مش هتكون هي السبب الرئيسي او هي العامل الكبير قوي المهم في المباراه عندنا او من وجهه نظرنا. معلش الدباجه دي بس عشان اول ما بنجيب سيره التحكيم في ناس على طول تقول لنا ايوه جواها في التحكيم والتطبيل والكلام ده، والفكره والمقصود وان حتى لو انا وحش فده ما يمنعش ان اخد حقي. المهم احنا الموسم ده بنوثق كالعاده من البدايه مباراه الاهلي وبيراميدز والزمالك والحالات التحكيميه اللي فيها. وبالنسبه لمباراه بيراميدز ما كانش فيها اخطاء تحكيميه تذكر، ما كانش فيه الا حاله واحده بس اللي كان عليها جدل واحتماليه ركله جزاء من لمسه يد، لكن الاعاده وكل اللقطات اللي شفتها ما تقدرش تاكد ان في لمسه يد او ركله جزاء. ونروح بقى لمباراه الزمالك، كان الحكم محمود البنا وعلى الفار احمد الغندور، واول حاله معانا هو انذار كان المفروض يحصل عليه بنتايج ولكن ما تحصلش عليه. وعايز اقول لك ان لعبه زي دي ممكن يكون فيها طرد كمان، وتعالوا نشوفها مع بعض. بس عايزك اول حاجه تاخد بالك منها قدم بنتايج وهو ملوش علاقه بالكره خالص ورجله رايحه عشان يدخل في رجل لاعب سيراميك. شايف رجله رايحه فين؟ شايف حضرتك غيرت اتجاهها ازاي؟ ده حضرتك تعمد ازاء، يعني المفروض يطرد فيها. ده داخل باسفل الحذاء وقاصد ان هو يدخل في ركبه اللاعب. ولو اختلفت يا سيدي معايا ان هي تمشي طرد على الاقل تمشي انذار، ما ينفعش ما تبقاش انذار يعني. ولكن احمد الغندور ولا رجعه للطرد ولا البنا شاف ان هي تستحق انذار، ونفس البنا اللي شاف ان اللعبه دي لدونجا تستحق انذار وهي طبعا انذار ما فيهاش كلام زي ما احنا شايفين. عايز اقول لك ان هو البنا وبعدها ب10 دقائق ما يديش دونجا الانذار الثاني في لعبه زي دي ويطرده، مع انه قدام اللعبه بالظبط ومفيش حد يختلف ان تدخل بالشكل ده ياخد انذار ما فيهاش كلام. بس طبعا البنا هو كمان زيه زي معظم الحكام يقول لك احنا لسه في اول الدوري وما ينفعش نطرد لاعب من الزمالك في الاول كده. مانجمنت يا جماعه، الاداره لازم ندير المباراه صح، ما ينفعش انذار في انذار ونطرد اللعيب في البدايه كده. وفي اوقات طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى فيه قدامنا خيارين، اما اني اطبق القانون او احتوي الموقف. وطبعا لما يبقى قدامنا الزمالك هنعمل ايه؟ هنحتوي الموقف، مش محتاجه حاجه يعني. وطبعا لو دونجا كان اتطرد، ومش هقول لك بنتايج يا سيدي، بس لو دونجا كان اتطرد كان الزمالك هيلعب ب10 لعيبه من الدقيقه 67 وهم لسه 0-0، يعني كده الزمالك من اول مباراه وهو بيتم احتوائه. واضح كده ان هيبقى الموسم ده للزمالك يعني هتتروق الترويقه. نروح بقى للحالات التحكيميه لمباراه الاهلي ومودرن. حكم الساحه طارق مجدي وكان على الفار مصطفى مدحت. وعايز اقول لك ان زي ما الزمالك تم احتوائه اول امبارح الاهلي كالعاده بيتظلم برده امبارح، وتعالوا نشوف بالدليل زي ما انتم متعودين معانا. طبعا ادي اول حاله اهي، تخيل شده زي دي وهو جايب تريزيجيه من قفاه بالشكل ده وطارق مجدي مش شايف ان هي تستحق انذار. ولعبه زي دي تريزيجيه لعب على الكوره ولمسها وما خبطش في اللاعب ولا لمسه لمسه خطر، اللاعب هو اللي بيمثل وماسك مكان اساسا ما اتخبطش فيه ولا اتلمس فيه، والحكم قدام اللعبه ويدي تريزيجيه انذار. وسيبك من الالعاب البسيطه دي، تعالوا ندخل على الهدف الاول لمودرن. الكره في البدايه فاول لكريم فؤاد، باين الخبطه في الرجل من تحت اهي، بس مع الاسف المخرج ما اداهاش حقها ولا الفار رجع لها، ولكن المخالفه واضحه اهي، كده يبقى هدف مودرن الاول غير صحيح. ونروح بقى لركله جزاء جراديشار اللي ما اتحسبتش. في الاعاده اتعادت بالشكل ده، لو انت ما تبقاش قادر تتاكد اذا كانت ركله جزاء ولا لا، وطبعا ما فيش اعاده ثانيه عشان توضح لك الموضوع، ولكن بقى لما تشوفها من البث الحي مش من الاعاده تلاقيه حاضن جراديشار بايده الاثنين لحد ما وقعوا بالشكل ده، والكره كانت نازله على رجل جراديشار اصلا، وبرده ولا في حكم ساحه ولا فار شايفين الكلام ده، ولا المخرج عايز يعيد اعاده كويسه حتى. المهم ان مباراه الاهلي كده فيها هدف غير صحيح وركله جزاء ما اتحسبتش لجراديشار عشان يتظلم الاهلي كده في نقطتين والزمالك يتجامل في نقطتين على الاقل. طبعا الكلام ده برعايه ملوك الاحتواء بتوع الجوله الاولى. بدايه منيله بنيله زي وشكم ناس ما عندهاش دم. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا النهارده. كان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت. السلام عليكم.